اختاروا ما شئتم من مؤسسات المجتمع المدني، نخب الاتحاد، حتى الحركة الحقوقية، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم فيها تشكيلات سياسية معينة. تذكروا من أسسها في سنوات الرصاص، اللي كان صعيب تحدث عن الحقوق عاد تحدث عن الحرية. تذكروا من أسسها في سنوات الرصاص، كان لا الاشتباه ديال مسؤوليها يعتبر جريمة، أما تأسيس فرع كارثة. في الإعلام هي اليوم مختلف التلاوين والعناوين. تذكروا مسؤوليها ومدرائها وصحفيها المرمقين أية مدرسة تربوا فيها ونشأوا فيها. هذا هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقدراته وبكفاحه، والذي لن يقبل لأي أحد أن يعمل على إلغائه. حاولوا بعد انتخابات 2007 تحت غطاءات مختلفة، حزب جديد، ديمقراطية جديدة، محاربة البنية الشائخة في الأحزاب اليسار، ضعف اليسار، وتوجهوا إلى بناء أحزاب أخرى. لم يستطيعوا أن يمسوا الاتحاد الاشتراكي. واليوم نقول لهؤلاء سيكون مصيركم مصير كل الذين حاولوا عبر حقب ومحطات تاريخية أن يمسوا بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. لذلك تنقل هذه الحكومة أن المؤسسات التي ساهم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقسط وافر في إنشائها في المجتمع المدني، وأن النضال الذي خاضه مناضلي الاتحاد الاشتراكي بجلدهم وأرواحهم وحرياتهم من أجل هذا الشعب تجعل منه شعب راشد لن يقف مكتوف الأيدي أمام كل محاولاتهم من أجل التدشين، من أجل التحطيم، من أجل التنميط، ويخلونا كنا تنظروا لغة الوحي أبدا. نقول لهم أننا واعون أنهم يقودون السفينة دون خريطة. نقول لهم أن نموذجهم تيفيقوا عليه وتينعسوا عليه المغاربة وتيشوفوه في القنوات الفضائية، ويعلمون أنهم في النهاية لن يقدموا لهم إلا نموذجا سيء مما نراه لدى جوارنا ومما نراه في الشرق. ولذلك فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عندما اختار النضال، اختار النضال والتواجد في المعارضة، وحضر لذلك وانطلق من أجل ذلك من الآليات التالية. أولا توحيد الحركة الاتحادية. وثقوا أخواتي إخواني أنه لما تجاوزنا جميعا عن أنانيتنا وتجاوزنا جميعا عن أخطاء بعضنا البعض، وإذا لم نقم بالتجاوز الإيجابي لها، وإذا ما اعتبرناش أن ما يتهدد الوطن أكبر من كل القضايا الصغيرة، وما عملناش أولا على فتح أبواب حزبنا لكل الاتحاديات والاتحاديين حتى الذين جمدوا أو غضبوا أو ما تنقولش نفتحوا الباب، تنقول نمشيو نبقوا عليهم.
كذلك لابد، وهو ما تقوم به قيادة حزبك، لابد أن نتوجه إلى إخوتنا ربما فرضات في ظروف معينة ووفق ملابسات معينة ما يستدعي تأسيس أحزابه، حتى ندخل في التقييم من كان على صواب ومن كان على خطأ. أقول ربما ظروف تاريخية معينة حرصنا بعد هذا المؤتمر أن نتلافاها، لأن كل المحطات النضالية أي المؤتمرات السابقة لحزبنا كانت تدير فينا شرح بتأسيس حزب أو بانسحاب مجموعة. اليوم حرصنا لا في التحضير، لأننا أشركنا الرأي العام ودرنا المنافسة المفتوحة العلنية التي رآها الجميع. حرصنا وحرصتم من خلال قراركم بأن تكون المنافسة على الكتابة الأولى وعلى قيادة الحزب على دورتين. حرصكم هذا هو من أجل تمكين القيادة الحزبية بأن تقوم بدورها دون الإحساس بأي هشاشة أو بأي دور. ورغم ذلك كانت محاولات لإضعافنا إما بتسخير بعض وسائل الإعلام وإما باستغلال قلق بعضنا، لكن حرصنا نظرا لطبيعة المنافسة الحادة التي عرفتها الانتخابات، واللي لا شك أنها لم تنصف مجموعة كبيرة من أطرنا وقادتنا الحزبيين الذين يشتغلون بالليل والنهار في أقاليمهم في جهاتهم وفي كذا. لذلك حرصنا أن نستوعب غضب هؤلاء الإخوة والأخوات، حرصنا أن نستوعب قلقهم، لأن الوضع لا يتحمل أي شر. وهكذا توجهنا إلى العائلة الاتحادية، واسمحوا لي أن أقول لكم بكل تفاؤل سنفاجئ كل الذين راهنوا على تشتيت الحزب والذين كتبوا بأنه حزب انتهى، سيؤكد له التاريخ بأننا سننطلق من جديد، ولا شك أن الوحدة آتية لا ريب فيها. أخواتي إخواني، المستوى المحلي البارحة تحدثت عن الآلية الأولى اللي هي التوحيد. الآلية الثانية هي الحركة الجماهيرية. حركة الجماهيرية، ولقد لاحظت أنه عكس التقليد المشاع عند باقي الأحزاب، حتى الذي كان بالنسبة لحزبي أنه مثل يخرج الإنسان من المؤتمر يقوم بمجموعة من الزيارات للأحزاب الشقيقة أو الصديقة يعرض عليها نتائج مؤتمره الأخير. هذه المرة تساءل أخواتكم وإخوانكم في القيادة. هذا الجانب البروتوكولي في الحياة الحزبية غادي نتجاوزه هذه المرة وسنتفرغ للعمل. قلنا فين كاينه الامكانيات ديال الاشتغال مع الحركه الجماهيريه؟ موجوده اولا في النقابات، ثانيا في جمعيات المهنيه. قلنا هذه النقابات اشنو المشكل اللي عندنا منها؟ حنا تما كانت شي تداعيات تنظيميه تؤدي الى انشقاقات، هذا هو ممارسه النقد الذاتي بحق وحقيقي، ماشي بالكلام قول انا امارس النقد الذاتي، لا نمارسه فعلا. قلنا وقت ما كانت شي تداعيات تؤدي الى هذه الانشقاقات اللي وقعت سياسيا،
هذه تداعيات كانت لها انعكاس مجتمعي وعلى الحركة الجماهيرية هي في تأسيس نقابات جديدة، وهذه النقابات أدت إلى نوع من التشابه. واليوم عندما نطرح الحركة الجماهيرية يجب أن تكون من خلال الوحدة النقابية، قدمت لنا تونس درسا مؤخرا. الشهيد شكري بالعيد لما اغتيل خرجت جنازة يقودها الاتحاد العام اللي هو نقابة موحدة في تونس. تونس تعرفوا عدد سكانها خرج أزيد من 1.5 مليون في جنازة الشهيد شكري. لا قلت ليه حاول أنصار النهضة الحزب الحاكم أن يقوموا بمظاهرة مضادة خرج فيها 10,000. إذن وحدة الحركة العمالية هي صمام الأمان للدفاع عن المكتسبات، للدفاع عن الحريات. فتوجهنا وقلنا نزولوا ذاك الطابور ديال 50 عام، توجهنا إلى إخوتنا في قيادة اتحاد مهني الشغل، وتوجهنا إلى كل تشكيلات نقابية، وداخليا انصرفنا إلى بناء القطاعات الحزبية. كانت عندنا محطات، واستطاع القطاع الاتحادي ديال أساتذة التعليم العالي أن يربح النهار في أول محطة، وكنا الفصيل السياسي الأول في انتخابات شفافة وواضحة في الجامعات. هذه محطة كانت بعد المؤتمر، ولنا أن نعتز أن مدينتكم وجامعة الوزور أفرزت كاتبا عاما للنقابة الوطنية للتعليم العالي. نعمل بقيادة وسنعمل مع الإخوة جهة وإقليما وفرعا على إعادة بناء التنظيمات الحزبية القطاعية. إذن آلياتنا في النضال هي التوحيد أولا، والتواصل مع الحركة الجماهيرية ثانيا والعمل معها ثالثا نضال القرب، واللي تتحمل فيه المسؤولية الأجهزة الحزبية التي ستجدد. اليوم غير مقبول من طرف أي جهاز اتحادي أن يغلق مقره للاجتماع فقط في اجتماع الأسبوعي أو ربما الشهري لهذا الجهاز. اليوم إذا لم تتحول مقراتنا إلى مقرات للقرب، مقرات للقرب الإخوان يوجد فيها الشباب اللي ما عندوش إمكانيات للولوج للثورة الرقمية يوجدوها متاحة له في مقراتنا، يوجد فيها المواطنات اللي يمكن ما سجلتش ولادها في الحالة المدنية أو التي تعرض أبناؤها للاغتصاب والجرائم اللي كنا تنشوفوا. يوجد فيها كل مظلوم في هذه البلاد. شنو الفائدة ديال قطاع المحامين الحزبي إذا لم يتطوع مرة في الأسبوع من أجل خدمة قضايا المواطنين؟ ما الفائدة من قطاع الأطباء الحزبيين يبداو يجتمعوا إذا ما قدموش استشارات طبية بواسطة فتح مقرات حزبية ودخول المواطنين إليها؟ ثم ما الفائدة من قطاع التعليم إذا لم نكن نقدم دروس التقوية والدعم لأبناء الشعب اللي ما قادينش يخلصوا الدروس الخصوصية؟ هذا كله هو اللي غادي يرجع اتحاد اشتراكي للقوى الشعبية داخل الجماهير داخل الحركة المجتمعية. لذلك أخواتي إخواني، أدعوكم
أدعوكم في المجلس الجهوي هذا وحتى نؤكد أننا أمام رهان 2015. لا بد أن نرفع من هذا المجلس الجهوي أننا قادرون على كسب الرهان في مجموع الجهة، وكسب الرهان يبدأ من اليوم. كسب الرهان يبدأ في أن يسائل كل واحد منا نفسه التي احترس عن الوسادة: ماذا قدمت للاتحاد الاشتراكي؟ ماذا قدمت لهذا البلد؟ والله وتكون المساءلة ديال النفس يوميا هكذا: حتى نردوا للاتحاد الاشتراكي ذاك الوهج اللي أسوه هؤلاء الذين ترون صورهم اليوم، فيرحمهم الله جميعا. والسلام عليكم.